5 طرق للتعامل مع الخوف، بس الأول لازم تبقى فاهم. الخوف ممكن يدمر نفسيتك، يشلك، يخليك واقف مكانك. كلنا بنخاف من الفشل، من الرفض، من النجاح، من الحب، من الوحدة، من المجهول. مع إن أنواع الخوف كتير، بس في الحقيقة في نوعين أساسيين من الخوف عند كل البشر. الخوف إني مش كفاية، الخوف إنك تحس إنك ناقص، مش شاطر كفاية، مش قوي كفاية، مش حلو كفاية، مش ناجح كفاية. الخوف ده بيفضل يهمس في ودنك إن أنت أقل من الناس، إن أنت مش قدها. تاني نوع من الخوف، الخوف من إني مش هكون محبوب، الخوف من الرفض أو من الوحدة. النوعين دول من الخوف جوه كل واحد فينا. أغلبنا بيحس بكذا نوع من الخوف في نفس الوقت. الخوف متبرمج جوانا كلنا كبني آدمين، ومفيش حاجة هتشيله أبدا. السر الحقيقي إن أنت تتعلم تسيطر على الخوف وتستخدمه لصالحك، مش تسيبه هو اللي يسيطر عليك. 5 طرق للتعامل مع الخوف. أول طريقة، اعترف بالخوف. ما تنكرش إنك خايف، قولها لنفسك بصوت واضح: أنا خايف، بس ده مش معناه إني ضعيف. المواجهة دايما بتبدأ بالاعتراف. تاني حاجة، اسأل الخوف: أنت بتقولي إيه؟ وحاول تفهم الرسالة الإيجابية اللي وراه، لأن لازم تبقى فاهم الخوف هدفه الأساسي إنه يحمينا، مش إنه يخوف. تالت حاجة، خد خطوة حتى وإنت خايف. رابع حاجة، غير كلامك مع نفسك. 5 والأهم، قرب من ربنا، لأن الكتاب بيقول: الله لم يعطينا روح الفشل، بل روح القوة والمحبة والنصح.